السلام عليكم. معكم نور القاضي، مطبخ نور القاضي. هعمل معكم النهاردة طريقة الرز بالكبد والقوانص. حلو اوي، هيعجبكم. انا دلوقتي جبت حلة، سخنتها وحطيت فيها شوية من الزيت، وغسلت طبعا الكبد بالدقيق والملح ونضفتها قوي مرة واتنين وتلاتة، وحطيت عليها شوية بصل مدعوكين بفلفل اسمر وكمون. كنت مخزناها اصلا نضيفة كده ومحطوطة عليها التتبيلة اللي هي البصل والكمون والفلفل. طلعتها بقى تبرد، وجبت الحلة وحطيت فيها زيت ومعلقة سمنة، ونزلت قطعت بقى الكبد والقوانص مكعبات صغيرة كده بالشكل ده، وهي مجمدة عشان ما تفرولش او تبوظ معايا. ونزلت عليها والحلة سخنة جدا عشان تاخد صدمة كده وما تنزلش اي سوائل. هديها وشين كده، هفضل اقلب فيها لحد ما تتحمر من الجنبين، ولونها يبقى لون اللي هو البني ده. لقيت قطعة مش متقطعة كويس، شلتها وقطعتها ورجعت حطيتها تاني. لونها بدأ يتغير اهو. هفضل اقلب فيها كده، لازم ايدك تبقى فيها على طول عشان ما تتحمرش، عشان شكل الرز. بعد كده هنتبلها بقى، حطيت شوية من الكمون، شوية من الفلفل، كده كده احنا متبلينها اصلا وعينها متبلة، بس هنتبلها تاني عشان برضو طعم الرز هيشرب منها. هنزل بقى من الرز. طبعا ده الرز ده مصري مغسول من النشا كذا مرة عشان ما يعجنش ومتصفى. حطيته وزودت مية. طبعا المية دي اول ما تلاقيها بتغلي كده هتوطي عليها وتحطي بقى، لو انتي بتحطي شياطة او كده، وتسيبيه لما يطلع. وده شكله لما يطلع. جربوه مع فراخ، مع لحمة، وبالذات مع فراخ طعمه حلو قوي. كنت عاملة جنبه فراخ في الصينية بالبصل، كنت عاملة جنب رقاق وملوخية، كان طعمه جميل وكله اعجب بيه. جربوه بجد هيعجبكم، وما تنسوش الاشتراك والاعجاب. سلام.